في كل مرة بتدبر قصة سيدنا موسى بكتشف حاجات جديدة، والنهاردة هنبص للموضوع من زاوية مختلفة، ونبدأ من سورة طه بأكتر آية أنا عايش بيها، وهي قول الله تعالى: ولتصنع على عيني. وتعالوا نبدأ الحكاية من الأول. سيدنا موسى أول ما اتولد اترمى في النيل عشان يكبر تحت عين أكبر طاغية. طفل لسه مولود بيتفرق عن حضن أمه. لو قعدت فكرت بعقلك كنت هتقول إن الأم دي إزاي تعمل كده؟ إزاي ترمي ابنها في النيل؟ كان ممكن يموت، والأغرب إنه راح لطاغية. يعني العقل بيقول إن الطفل ده خلاص ميت. لكن أوقات كتير بنبقى محتاجين نركن العقل شوية وننقل المعركة من الأرض للسماء وندعي ونتوكل على الله. سيدنا موسى لما وصل لفرعون وزوجة فرعون آسيا مسكته، ودي اللحظة الفاصلة، ولكن المدد الرباني دايما موجود. فربنا قال: وألقيت عليك محبة مني. فحبته وتبنته وربته.